السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. اليوم حضرت هاد الميني كيك بالشوفان، وكيجيو زوين بزاف وبنان وصحيين. وتبعوا معايا المقادير وطريقه ديال التحضير. عندي هنايا نص زلافه الشوفان، عندي شويه ديال الشكلاط ديال الكوكيز والكركاع، جوج بيضات وفاني، واحد خماره، وشويه ديال الشريحه، يعني عندي شي 5 شريحات وخمسه ديال التمرات، وكاس الحليب صغير، وكاس ما بين الزيت البلديه، وشويه ديال الزبده، نقول شي معلقه كبيره زبده مذوبين، وواحد جوج بنانات. وهذا المول فين غادي نديرو هاد الكيكه ديالنا السريعه. وما قلت لكمش البيض حتى هو درت جوج بيضات. صافي كندوزو للطريقه ديال التحضير اسهل ما يكون، يعني كلشي كنخلطوه في هذا الكاس الخلاط الكهربائي. كنديروا كلشي الا الكركاع والشوكولات ديال الكوكيز كنخليه هو الاخر باش كيبقى باين في هذا الميني كيك. وما قلت لكمش نسيت نص معلقه ديال صغيره ديال القرفه والشكلاط المر الخام، يعني يكون بيو. واللي تواجد عندكم في البيت ممكن ديروه في هذا الميني كيك هذا. انا هادشي اللي عندي في البيت هذا درتو. ممكن ديروهم بالتفاح، ممكن ديروهم بالليمون، ممكن ديروهم باي فاكهه عندكم موجوده في البيت تستعملوها. انا هنا ما كنستعملش السكر. كيف ما كتعرفوا انا ديما كنحط لكم يعني اكل صحي ولا كيكات او لا حلويات كيكونوا صحيين، كنحاول ما يكونش فيهم السكر. كنحاول يعني السكر الابيض كنحاول نتفاداه بزاف بزاف. المهم كنحط هاد المقادير كيف ما قلت لكم كلها، الا الشكلاط والكركاع اللي كنخليهم حتى كنطحنوا هاد العناصر كاملين، وعاد باش نديروهم في الاخر. المهم هنا درت البيض، درت الزيت، درت المقادير كاملين والشوفان، وتخليتهم يطحنوا مزيان 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 مزيان. عاد باش كندير هذيك المعلقه ديال الكاكاو المر، وكنخلط كل شيء. المهم هاد الكيكه صراحه كتجي زوينه وخفيفه وما تشبعوش منها. اولا عندكم الزبيب حقا ديروه فيها حتى هو كيجي زوين، ما يكونش مطحون، ما يكون غير مقطع بحال هكاك. مع الشكلاط كيجيو كيعطي مذاق زوين، كيتواتى مع الشكلاط والكركاع والبنان. صافي هنا راني درت الشكلاط، وكنحركو غير بالسباتول باش ما يطرش، حيت الا خلطتو في الخلاط هكاك نتوما عارفين كيطير غادي يلصق. المهم كان حركته هكا عاد باش حركت الخلاط الكهربائي. صافي كيف ما كتشوفوا دابا غادي نخلطو مزيان، كيولي القوام على هذا الشكل هذا. وانتم كتعرفوا الشوفان كيشرب، راه دابا هي خفيف شويه ولكن من بعد غادي يشرب وغادي يجي القوام زوين. هذا هو القوام النهائي كيف ما كتشوفوا. صافي وكندير هاد معلقه ديال الجنجلان، انا كيعجبني ندير جنجلان. وهاد الكركاع هكا كنفرتوه، يعني نقطعوه بيدينا بحال هكا يجي باين. صافي هنا فرتته صافي وضعته حتى هو، وغادي ندير حتى هاد الشكلاط كنخلطهم مع بعضياتهم. صافي وفي الاخر غنزيد هاد الكيس ديال الخميره، ساشي ديال الخميره ديال 8 غرام. وان شاء الله نتمنى تجربوها وردوا عليا كيفاش جاتكم. راه كتجي بعدا زوينه خفيفه وسهله في التحضير، يعني ماشي شي حاجه صعيبه. صافي كنخلطوا كلشي، كنخلط هذيك الخميره مزيان حتى كتنسجم مزيان مع الخليط. صافي وكناخذ معلقه باش كنعمر هاد الليمون هادو. صافي كنبدا نعمر ليمون ديالي، كندير فيهم تقريبا معلقه ونص اولا 2 معالق. ما عامرينش، ما خصناش نعمروا هاد الليمون هادو حتى الفم، لان ملي غتغطي بغات تسيح، يعني كنعمروهمش بزاف. هذا هو القياس ديالهم كيف ما كتشوف. صافي دابا كندير هاد الشكلاط هذا ديال الكوكيز كيف ما قلت لكم كنزين به. واي حاجه عندكم زينوا بها، تقدروا تزينوا بالزبيب ولا بالكوك ولا بالشكلاط اللي عندكم موجود في البيت.
صافي وكندخلوهم للفران. درجة الحرارة كل فران كيفاش عند كل وحده وكيفاش الفران ديالها. انا عندي الفران ديال الغاز، نسخنو مزيان، يعني يكون سخون في الاول مزيان، ومن بعد كنقص عليه، نقص مزيان، وكنخليه غير من تحت العافيه شاعله، والفوق كنطفيه صافي وكنخليها طيب. وما كتستغرقش لينا الوقت بزاف، يعني عندها واحد نص ساعه صافي تطيب. كيف ما كتشوفوها هي تنفخات وجات زوينه. وهذا هو الشكل النهائي، وكنتمنى تجربوها وتردوا عليا في لي كومونتير كي جاتكم هاد الميني كيك، وبصحه والراحه.